اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. بما ان الصيف على الابواب، اليوم جيتكم باقتراح ديال العصير اللي كيجينا منعش وفي نفس الوقت اقتصادي، والاهم من هذا الشيء انه مكوناته جد بسيطه وكيوجد لنا في الوقت اللي هو قليل بزاف. اللي بغى يشوف معايا الطريقه والمكونات يتبع معايا الفيديو حتى الاخر، وعلى بركه الله نبداو الفيديو ديالنا. اول مكون غادي نبداو به اللي هو الحامض او الليمون. اختاريت هنايا كنخدم بجوج حامضات كبار اللي الحجم ديالهم كبير، لان هذا هو المتوفر عندي في البيت. وانتم الا كان عندكم يعني الحامض الصغير او الحجم ديالو صغير كتخدموا بربعه، كان عندكم الحامض المتوسط كتخدموا بثلاثه، يعني على حساب المتوفر عندكم. بالنسبه للون الحامض انا خدمت بهذا الخضر، كيعطي واحد المذاق زوين بزاف في هذا العصير. الا ما كانش متوفر عندكم كتخدموا بالصفر، وحتى هو راه كيعطي مذاق بحال هذا اللي عندنا في الخضر. كناخذ هنا حامضه وحده هي اللي كنحكها، يعني ما كنحكش جوج حامضات، حامضه وحده اللي كنكتفي بالقشور ديالها، يعني كنحكها بهذه الطريقه حتى كناخذ القشره ديالها الفوقانيه كامله. وما تخافوش منها، لان راه ملي كنطحنوها مع العصير ما كتعطيش المروره، كتعطي بالعكس. هذه القشره هذه ديال هذا الحامض كتعطي واحد المذاق زوين بزاف ومنعش في هذا العصير. هنا كناخذ جوج حامضات اللي عندي وكنعصرهم حتى كنحصل على يعني العصير ديال الحامض او الليمون. جوج حامضات اللي عندي كبار هما اللي كنعصرهم. كنكمل بهذه الطريقه حتى كنكمل المكون ديالي كامل اللي عندي. وبالنسبه لهذوك البقايا ديال الحامض راه ما تلوحوهمش، حيت غادي نحتاجوهم في العصير. دونك هذا هو البقايا ديال الحامض اللي قلت لكم، كنحيدوا منه داك العظام باش الا طحناهم ما يجيناش حار. وكناخذوا يعني وكنزيدوا عليهم هنايا القشره ديال الحامض اللي حكيناها حتى هي كنزيدوها على المكونات. غادي ناخذوا شويه ديال النعناع، يعني واحد 10 او 12 الحبه او 12 العرش هكا ديال النعناع، ولا بغيتو تكثروا منه راه كيعطي واحد المذاق زوين. وكنزيدوا عليهم هنايا العصير ديال الليمون اللي عصرنا ديال جوج حامضات. وكنزيدوا عليهم هنايا يطرونس ديال الماء اللي كيكون بارد بزاف، وإلا متوفر عندكم حتى الثلج كتزيدوا عليهم باش كيجينا العصير كيف ما قلت لكم راه كيجي منعش وبارد بزاف اللي غادي ينفعنا في هذا الصهد. من بعد ما كنكمل هنا الكميه ديال الماء كامله اللي عندي، يعني يطرونس ديال الماء، كنزيدوا عليهم هنايا 3 ديال المعالق ديال سنيده. انا درت المقدار اللي غادي اللي كنبغي في الحلاوه، 3 المعالق جاني الحلاوه ديالو مزيانه. نتوما الا بغيتو يجيكم حلو بزاف راه كتزيدوا حتى ل5 ديال المعالق ديال سنيده. من هنايا 3 جات يعني جا العصير ديالنا في المذاق ديالو زوين وما حلوش بزاف. من بعد كنديرهم هنايا كيطحنوا كاملين، كنخليهم واحد المده تقريبا ديال 5 ديال الدقائق باش داك النعناع كيتطحن لينا مزيان، وباش كنحصلوا على واحد العصير اللي كيكون ممزوج. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا من بعد ما وجد. كتقدروا تقدموه بهذه الطريقه، كيف ما كتقدروا انكم تصفيوه من دوك الحبيبات الصغار ديال النعناع. انا كيعجبني نشربه بحال هكا لان كيعطي واحد المذاق زوين، وخصوصا انه ملي تيكون بارد بزاف كتزيدوا فيه يعني الثلج وكتزينوه بهذه الطريقه بشويه ديال الحامض وبشويه ديال النعناع، وكتقدموا لوليداتكم والعائله بالصحه والراحه. كنتمنى ان في هذا الفيديو نكون عطيتكم فكره على عصير اللي كيجي منعش في هذا الصيف هذا، وخصوصا من هذا الشيء انه كيجي اقتصادي. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع فكره جديده.